وهبقى عايزك تقول لي ايه هو الديجيتال بي ار وازاي بيساعد في تحسين الاوف بيج اي سي او. بص يا عم عبد الله، ديجيتال بي ار ده بيحسن ثقه جوجل فيك، فبالتالي بيحسن ترتيب الموقع بتاعك في النتائج بتاعك. يعني مثلا لو موقع اخبار معروف كتب عن شركتك او كتب عن قصه شركتك، ده هيخلي جوجل يثق فيك اكتر لان هو شاف حد اوريدي مشهور اتكلم عنك. يبقى وهبقى عايزك تقول لي ازاي اعمل كامبين ديجيتال بي ار ناجحه على الويب سايت بتاعي. السؤال ده بقى عمر احسن واحد يرد عليه. تمام. طيب، اول حاجه لازم تكون مجهز خبر كامل ومهم يكون بيشد الصحفيين، وبعد كده تتواصل معاهم وتعرض عليهم فكره ان هم يغطوا الخبر. يعني مثلا لو عندك برودكت جديد عايز تقدمه، حضر بلوج او بيان صحفي يكون بيشرح فيه المميزات اللي المنتج بتاعك بيقدمها او المشاكل اللي بيحلها. تبعت البلوج او البيان الصحفي ده للمواقع المختصه بمجالك. يبقى عمر عايزك تقول لي ازاي اقدر اقيس نجاح الكامبينز دي. طيب، انا هسيبه وهبه يجاوب على السؤال ده. بص يا عبد الله، انت هتقيس نجاحها عن طريق تولز زي جوجل سيرش كونسول وجوجل اناليتكس، ودي بتقيس من خلالها الترافيك اللي جاي من الاخبار دي او البيانات الصحفيه دي. وكمان هتشوف ترتيب الكي ووردز بتاعتك اتاثر ازاي بعد الكامبين. يعني مثلا لو الترافيك بتاعك اتحسن بعد نشر بيان صحفي معين والكي ووردز بتاعتك اتحسنت، ده معناه ان الكامبين نجحت. يلا بقى قول لنا بقى في كومنتات لو عندك سؤال وهنجاوبك عليه في الفيديو اللي جاي.